بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ومليون هلا بكم بوصفة جديدة إن شاء الله حلوة سهلة وسريعة، تنفع غدا عشاء. أسهل وصفة ممكن تقدميها للعائلة. إذا كنتي أول مرة تنوريني وشفتي قناتي بالصدفة، يا ريت من عندك إنه أنت تشتركين وتحطين إعجاب، وأكون ممنونة جدا منك. نبدأ وصفتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحتاج بهاي الوصفة مكونات جدا بسيطة. طبعا مثل ما تشوفين المنظر حلو يخبل، الطعم والنكهة جدا رائعة، وهو هذه الوصفة نازلة ترند حاليا، فأنا حبيت أجربها وشفت طعمها كلش حلو، وحبيت أشارك هاي الوصفة وياكم للي ما شافها. خلينا نبدي بهاي الوصفة إن شاء الله. نحتاج هنا تقريبا كمية بسيطة من اللحم، نص ربع نص ربع كيلو من اللحم. طبعا هاي شنو إذا سويتي كمية قليلة، لكن إذا سويتي كمية كبيرة لا تزيدين الكمية. أول شي حنسوي هي الصلصة. حنستخدم الصلصة مالتنا كمية من الكاتشب. طبعا كمية الصلصة هاي أنت تزيدين بها حسب الحاجة، إذا سويتي كمية كبيرة إذا سويتي كمية قليلة. تحطين أيضا تقريبا خاشوقة أو خاشوقتين من المايونيز مثل ما قلت لك حسب حاجتك، وتحطين أيضا نصف خاشوقة من الخردل. بالنسبة للبهارات اللي إحنا حنستخدمها، أنا حطيت هنا الفلفل الأحمر البارد طبعًا، وأيضًا استخدمنا خليت الفلفل الأسود، وخليت الثوم الباودر، وأيضًا تخلين عسل، هنا فلفل أسود وخاشوقة واحدة من العسل. ما موجود عسل ممكن تستغنين عنها بالشكر. إحنا هنا أنا حطيت كمية من الطرشي. تقطعين الطرشي هل موجود عندك، خيار أي نوعية من الطرش تحبيها تضيفيه لهاي الوصفة. وهاي كملة الصلصة مالتنا، نخبطها بشكل جيد وتخليها على صفحة حتى تضيفيها للوصفة مالتنا. هسه حنستخدم احنا هنا خبز الصاج، إذا متوفر عندك بهالشكل هذا. تستخدمين قطعة قطعتين ثلاثة حسب عدد أفراد العائلة. هي كل قطعة حتسوي لك قطعتين من هذا التاكو. كمية اللحم اللي عندنا تفرشيها هنا على خبز الصاج مالتنا، تفرشيها بشكل ناعم جدا. حاولي تكون طبقة اللحم رقيقة مو ثخينة. حتى من تخليها على النار تستوي بساء ولا تاخذ منك وقت طويل. ففرشي اللحم ايش قد ما تقدرين، وحاولي تكون الطبقة رقيقة. بنات اللي ما تحب تستخدم لحم الغنم أو لحم البقر ممكن تستخدم لحم دجاج إذا كان ما موجود. أنا استخدمت لحم بقر. حطينا شوية فلفل أسود، وتحطين أيضا كمية بسيطة من الملح. التوابل حسب رغبتك، لكن أنا اللي استخدمته فقط ملح وفلفل أسود. ها هي كملت وصفتنا، ما يحتاج لها أي شيء. تجين على النار تحضرين الطاوة مالتك، تحبين تحطين كمية من الزيت. إذا اللحم هو تحسين بيه دهن ما يحتاج، رأسا تقلبيها على الوجه بهالشكل هذا. النار تكون وسط طبعا، لا عالية ولا ناصية حتى لا يحترق اللحم. هنا نخليها لمدة 4 دقائق 5 دقائق. انت أيضا ضعيها من جوه، فحتشوفين اللحم مستوي. رأسا تقلبيها على الوجه الثاني، أيضا الوجه الثاني تقريبا هم 4 دقائق 3 دقائق، مو هواية. وأثناء ما أنت خالتها دا يتحمص الوجه الثاني، أنا أحط المكونات كلها الباقية هنا. عندك أي نوع من الجبن، أنا استخدمت هنا جبن الموزريلا، يحبوا كلش الأولاد. وأيضا تستخدمين كمية من الخضروات اللي عندك، تحبين شنو تحطين. أول شي حطينا طبعا الصلصة، تحبين الخضروات أول شي تخلين فوقها الصلصة على راحتك. أنا خليت الصلصة هنا كمية من الصلصة طبعا اختيارية، هي أفضل شيء وأطيب شيء بها الصلصة. يعني الصلصة مطية نكهة كلش رائعة، فهذا الشيء يعني ضروري. حطينا كمية من البصل حسب الرغبة. تحطين طماطة إذا يعجبك، خس موجود، فأنتي الخضار على الموجود عندك. لكن هي الوصفة بهالشكل هذا.
وهنا أنا تطويها بهذا الشكل وتخليها على النار أيضا دقيقة أو دقيقتين على كل جهة، على مود الجبن الموجود شوية يسيح، هو ما ياخذ هواية لأن الموزاريلا يكون بسيط. وها هي كملت وصفتنا، كمل العشاء أو كمل الغداء ولا أسهل من هيك. وطبعا كلهم حبوها، وألف عافية إن شاء الله اللي يسويها. شوفي شكلها شلون يشهي، حقيقة وصفة حلوة وبسيطة، ما احتاجت غير دقايق يعني، بس تفرشيها وتخليها على النار. والتقديم بعد بقى يمك انت وذوقك وانت والاشياء اللي يحبوها العائلة، وتقدميها بهالشكل هذا ويا مجموعة الخضروات، وتحطين فوقها شوية من الصلصة هاي اللي بقت عندنا. وألف ألف عافية. شكرا لمتابعتكم.